يا صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا عاملينه مع بعض. والنهارده جايه لكم بفيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه اول مره تشوفي قناتي ومش مشتركه فيها، ما تنسيش تشتركي في القناه وكمان تفعلي زر الجرس. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. النهارده زي ما انتم شايفين الجو حلو، هو في هوا شويه، بس الشمس طالعه والجو جميل جدا. فكنت بقى من بالليل كنت نشره الغسيل ده، فقمت بقى على طول قلت ألمه كده، لان الصراحه دي الحاجات اللي انا بتبقى تقيله قوي على قلبي. لما بكون مثلا نشره غسيل وبيبقى عاوز بقى يتطبق وكل حاجه تروح مكانها وكده، فببقى شايله همه. المهم اول ما قمت بقى كده، عملت لي فطار سريع، وبعدين قلت بقى الم الهدوم بتاعتي واطبقها وارجع كل حاجه مكانها. وكمان كنت رتبت بقى الاوضه بتاعتي كده على السريع. والمفرش ده يعني لما لقيت الجو حلو والشمس طالعه كده، قلت برضه احطه كده يتهوى، لان دايما بحب ان انا اطلع المفارش بتاعتنا في الشمس شويه. بتاع بقى اوضه الاطفال برضه بطلعها هويه شويه. برضه اللحاف ده كده يعني. بحب الصراحة اعمل ده في الصيف جدا، يعني انا بحب جو الصيف. تحطي بقى المفارش بتاعتك كده تلاقيها سخنة كده ومتعقمة وزي الفل وريحتها حلوة. فالشمس انا بحب اصلا جو الشمس، يعني انا بقول امتى الصيف يجي، ما بحبش البرد ابدا. المهم بقى قلت ادخل اعمل الغدا زي ما انتم شايفين. كنت هعمل كشري مصري. بحب ان انا ابتديه بدري علشان اخلصه. وطبعا بقى اللي عاوز يتغدى يكون الحاجة معايا جاهزة، حتى لو انا هسخنها تاني بس يكون مثلا كل حاجة معايا جاهزة. فعملت ايه بقى؟ سلقت كده المكرونة اللي هي المكرونة الاسباجيتي، وكمان المكرونة اللي هي الناعمة، الخواتم الناعمة دي قوي بتاعة الكشري بحب اعملها معاها. يعني انا جربت قبل كده اعمل الكشري في حله واحده، بس الصراحه ما حبيتوش. بحب ان انا اعمل كل حاجه لوحدها، كل حاجه في حله لوحدها. عملت بقى المكرونه كده تتسلق، وعملت كمان العدس بجبه اللي هو بتاع الكشري. حطيت بقى شويه كده وحطيت عليهم ميه بتغلي. وحطيت بقى كمون، بحط له شويه كمون والملح وسيبته بقى مع نفسه كده. وقلت اعمل الصلصه، كان عندي طبعا صلصه في الفريزر، طلعت كده بصلايه بقى وتوم كده من الفريزر. ولو في خل بتحطي خل عادي، بس ما كانش عندي فقلت مش مشكله. هحط بقى الصلصه دي لحد ما تفك خالص. وقولوا لي بقى، يعني انا عندي الحله دي ده جرانيت بس باظت معايا، ده الحله الوحيده اللي باظت عندي في الطقم. مش عارفه علشان انا بعمل فيها الرز، ولا هي برضو لونها غير خالص وقشرت زي ما انتوا شايفين. بس انا ما بستغناش عن الحله دي، لان دي حجمها صغير. فاي حاجه يعني ببقى مثلا عاملاها بكميه قليله، فبحب اطلع الحلل عندي الصغيره. فعلشان كده يعني بصور بيها، لان بعمل مثلا كميات صغيره فبحتاجها دايما. بس مش عارفه بقى ده عيب الطقم نفسه، ولا هو كل الجرانيت كده بيجيله فتره وبيبدا ان هو يقشر. انا ان شاء الله في رمضان عايزه برضو، يعني عندي طقم تانية برضو في جوازي وكده، فعايزه اطلع طقم منهم يكون برضو حلو كده ونستعمله في رمضان. وهنا بقى كنت خلاص بقى هنا صفيت المكرونه والصلصه بتتعمل على البوتاجاز، والعدس برضو. فكان فاضل بس الرز بشعريه، وما كترتش، عملت شويه بس كده على قدنا. حمرت شويه شعريه وعليهم رز واسيبهم بقى كده مع نفسه. زي ما قلت لكم انا بحب اعمل كل حاجه في حله لوحدها. اي حاجه تبع الكشري ما بحبهاش في، يعني كله على بعضه كده ما بيطلعش مظبوط معايا. المهم بقى كده كان يعتبر كل حاجه خلصانه معايا. فهنا قطعت بقى بصل كده شرايح خفيفه خالص، وحطيت عليهم شويه من الدقيق. وهبدا بقى افكهم كده بالدقيق علشان احمرهم. وكنت بقى مجهزه الدقه، وكمان مجهزه كده الشطه. باخد بس شويه من الصلصه وبحط عليهم شويه ميه مغليين، بحط شويه شطه وبقلبهم كده مع بعض، وبتبقى هنا كده الشطه جاهزه معايا. الدقه بحط كمون وبحط ليمون وبحط كمان توم. وشويه ميه بقى مغليين وبرده شويه خل. وبقلب ده كله كده مع بعضه وبتكون برده جاهزه معايا. فجهزت بقى كل حاجه كده خاصه بالكشري، وقلت بقى احمر كده البصل. برضو حمرته يعني ما رضيتش اكتر زيت قوي عشان برضو الحاجه ما تكونش كلها شاربه زيت. المهم بقى زي ما انتم شايفين بقى، كان يعني اللي بيتحمر معايا بطلعه بقى على مناديل. كان اخدت لون شويه. فحاولوا بقى واحنا يعني وانتوا بتحمروا كده البصل ياخد لون فاتح، علشان لما بطلعه لونه اصلا بيغمق شويه. فالمهم هنا بقى برضو حمرت دول، وهحط بقى كده يعني شويه تانيين يتحمروا، وهنا بقى يكون الغدا بتاعنا جاهز. الصراحه انا بحب الاكله دي، وبتبقى اكله خفيفه وسريعه. وكمان هي بقى في المواعين ما اقولكوش،
اللي بيتعمل كل واحد في حلة لوحده ده، بتيجي في آخر اليوم بتلاقي كل المواعين في الحوض. وهنا بقى كان خلاص بقى يعني الطبق بتاعنا جاهز، حطيت بقى الرز بشعرية والمكرونة والصلصة والعدس بجبة وشوية بصل كده على الوش، ما باكترش لأن أنا ما ليش في البصل أوي اللي هو المتحمر ده. وهنا بقى الدقة والصلصة والشطة كانوا مجهزين معايا، وكان أحلى طبق كشري، والصراحة كان طعمه حلو وكان طعمه خطير. زي ما قُلت لكم أكلة حلوة والكل أصلًا بيحبها، بس علشان بس المواعين بقى واللكلكة بتاعته الكتير دي، الواحد بيبقى ما بيعملوش إلا كل فين وفين. المهم بقى قولوا لي عملتوا إيه كده في رمضان بقى وتجهيزات رمضان، عايزين نتسلى كده مع بعض ونبدأ بقى نجهّز رمضان. برضه عرّفوني نبتدي تنضيفات رمضان والّا لسه، يعني نتشجّع من بعض، يعني برضه ناخد كده أفكار من بعض، لو حابين إن إحنا نبدأ بدري تنضيفات رمضان نبدأها عادي برضه، لإن كده أو كده المطبخ الحمد لله عاملينه سوا، وبس محتاج بقى كده قبل دخلة رمضان تلميعة بسيطة كده قبل ما نفرش الزينة. والحمد لله يعني ناويين بقى نعمل كده يعني زينة حلوة كده في رمضان وتدّينا أجواء حلوة أوي في المطبخ. بس بقى يعني اللي عاوز بقى تنضيفة عميقة عندي الشقة كلّها، يعني عاوزة أبتدي بقى بالأوض، بالصالة، فلو حابين بقى نبتدي التنضيفات عرّفوني، وكمان عرّفوني بقى عملتوا إيه، ابتديتوا والّا لسه، حضّرتوا زينة رمضان والّا لسه. برضه إن شاء الله مستنية على أول شهر 2 كده برضه نعمل تفريزات سوا، علشان مش راضية أجيب التفريزات دلوقتي علشان برضه ما تفضلش وقت طويل في الفريزر. يعني ممكن على أول 2 نبدأ بقى إيه نفرّز كده، نجيب فراخ وبرضه نفرّز اللحوم ونعمل شوية حاجات كده مع بعض. لكن أنا بالنسبة للعصاير وكده، بما إننا في الشتا فمش هنحتاج طبعًا عصاير كتير، بس أنا مفرّزة مانجا، يعني أول ما طلعت كده كنت فرّزت شوية، كده أو كده الفراولة برضه موجودة في الشتا فممكن برضه ما أفرّزهاش عادي، لإن هي كده وكده موجودة. المهم بقى هنا كنت وصلت بقى لآخر حاجة، ادّيت برضه للبوتاجاز غسلة سريعة كده، علشان يبقى كل حاجة معايا نضيفة، ورجّعت بقى الأكل زي ما هو، واللي حابب يتغدى هاجهّز له الغدا بتاعه. وهنا أقول لكم بقى مع السلامة.